ترمس، تعال الناحية دي. بتحب الكاجو؟ تعال انت بقى الناحية التانية. بتحب الاتنين؟ تعال عندنا. بودكاست ترمس وكاجو، قعدة حلوة وكلامها لذيذ. اهلا بيكم حلقه جديده من بودكاست ترمس وكاجو. انا ايهاب المصري. النهارده هنتكلم عن اللايف كوتشنج ومعايا هبه. اهلا بيكي. شيماء نوريانا. اهلا بيك. اهلا بيكم. اهلا. البدايه الجديده. انا عايز اسمع بس مني كده شيماء، منك لايف كوتش، اطلع من كونفيرت زون ولا ادور على المنطقه الامنه؟ عشان انا بحتار. ابص الاقي بوست مكتوب خليك في الكونفيرت زون بتاعتك، وبعد كده او اطلع من الكونفيرت زون اللي هي بتبقى مؤثره عليك وهي محبطاك، وشويه البوست اللي بعديه الاقي بيقول لي اطلع من الدايره الامنه وحاول تدور على الدايره الامنه. انا فمش فاهم بقى نعمل ايه. طب اولا مساء الخير. ايه مساء النور. ثانيا موضوع الكومفورت زون هو بقى ترند شويه. دلوقتي تسمع على طول كومفورت زون، اطلع بره الكومفورت زون او ما تعيش جوه الكومفورت زون. هو بناء على ايه بنقرر القرار ده؟ بناء على احنا شايفين نفسنا فين دلوقتي ومرتاحين فيه قد ايه وحابينه قد ايه، وهل مرتاحين ولا لا؟ لانه احيانا اللي بيخلينا ندور دايما او بنسمع لكلمه لا ما انت محتاج تخرج من الكومفورت زون، هو انت مش مبسوط اصلا، انت مش مرتاح، انت في حاجه خانقاك او حاسس انك وصلت خلاص لسقفك ولا بتتعلم حاجه جديده ولا مبسوط بادائك، وبدل ما كنت بتطلع لقدام بقيت بتتقهقر لورا. فده اللي يخليك تقول اوكي لا يبقى محتاج اخرج ادور على حاجه مختلفه اعملها. في حين انه الكومفورت زون دي مش كارثه، يعني بالعكس ممكن تبقى وجودك او بقائك في الكومفورت زون او في منطقه الراحه بتاعتك دي حاجه مفيده ليك، مفيده ليا لو انا عايزه ابتدي حاجه جديده، عايزه اعمل حاجه جديده. فالكومفورت زون بتخليك دايما ايه، تشدك لورا. طب ما تقعد تريح النهارده، طب ما تقعد في الحته اللي انت فيها دي متدفي ومطمن وقاعد مبسوط. ايوه بس بتاكل من روحي. لو انت مثلا في شغلانه او في وظيفه خلاص انت حاسس انك بتبقى دريند او مستنزف نفسيا، لا هتسيب ده وتروح تدور على حاجه تانية. فتسيبها، تسيب الكومفورت زون او تستنى في الكومفورت زون على حسب انت حاسس بايه ومرتاح لايه. في مواقف لا انا مرتاح في الحته اللي انا فيها ومبسوطه في الحته اللي انا فيها ومش عايزه اتحرك خطوه لقدام. انا دلوقتي انا مبسوطه، تمام. مفيش حاجه المعيار عندنا انا اللي بحدد. ده اكيد لو مش مبسوط، مش ما بتحسش باخد حاجه جديده، بتعلم حاجه جديده، فانا كده في حته خطر. بالظبط. فالمفروض ادور على بدايه جديده. بعملها ازاي بقى؟ يعني عايز اسمع برضو من هبه. انت بتتبعي نظام اللي هو انسف حمامك القديم؟ لا غير كل حاجه بص انا هقول لك حاجه. انا شويه عندي مشكله مع الالفاظ الترندي، يعني اللي هو ايه كومفورت زون، اصل ده مش عارفه نارسست، اصل ده مش عارفه الكلام اللي هو ايه، مصطلحات كتير اصلا، مصطلحات كتيره جدا. يمكن الاول كان الواحد منبهر بقى وياه وبتعلم ومش عارفه، بعد كده اكتشفت انه بقى فيه اوفر يوز كده. فانت لما تيجي تقولي البدايه الجديده اقول لك ابدا ايه بقى؟ يعني انا مثلا انا بحب بيتي ومرتاحه فيه وجميل، ذوقه كلاسيك. ممكن يكون المودرن طلع موضه، هل مثلا هغيره عشان ابقى عملت بدايه جديده؟ انا بحب شغلي، يعني في ناس تقول لك البدايه الجديده نعمل كارير شيفت. بالنسبه لكل الناس انا بحب شغلتي جدا، ما عنديش اي فكره ان انا ابدا بدايه جديده ان انا اسيبها. ممكن اطور من نفسي واعتبر دي بدايه جديده. اتعلمت مثلا حاجه جديده في شغلي فدي بدايه جديده للاين جديد، بس انا ستيل على نفس الحاجه. ففكره انسف حمامك القديم والراجل يطلق مراته والست تسيب جوزها ونهد البيت والناس تسيب شغلها علشان نبدا بدايه جديده، يمكن زي ما شيماء قالت المساله معياريه. انا مع اني اجرب حاجات جديده، وانا التجربه بالنسبه لي بدايه جديده، لكن مش معناها ابدا ان القديم وحش خالص. ببني عليه. اقدر اقول كده ان انا ببني عليه بدايه جديده او بتعلم حاجه جديده على القديم بتاعي. انما يلا نبدا من الصفر. طب ليه؟ هو الواحد عمل لنا حاجه، الاثنين عملت لنا حاجه، ما الموجود حلو.
اطوره. فانا بشوف مش بدايه جديده، يمكن انا بحب كلمه اطور. في بعض الاحيان طبعا الناس بتبقى محتاجه تعمل تغيير، بس في رايي انا وده رايي الشخصي جدا، مش دايما. هو مش ده الغالب، يعني في الغالب هتلاقي عندك حاجات حلوه كتير ابني عليها، انما بقى يلا نعمل بدايه جديده ننسف كل حاجه عشان ده طالع ترند، عشان طالع ترند ان كل الناس دلوقتي عامله بيج السفر، فيلا بينا نعمل بيج ونسيب شغلنا. يلا كل الناس دلوقتي عندها ازمات في العلاقات، بس انا مرتاح مع مراتي، انا اطلقها عشان ابقى ماشي مع الترند، وهكذا. او الناس كلها بقت لا انجابيه، فانا هوقد الاولاد يا عم ابني على الجديد، يعني القديم بتاعك حلو، اعمل بقى فوقه، يعني ما يجراش حاجه. وده ليه سن معين البدايه الجديده؟ لا اصل انا بشوف ناس في ال60 وال70، بس الناس اجانب بيبداوا حياتهم من بعد ال60، بس احنا هنا بنحس ان هو تيجي سن معين يقول لك خلاص بقى يلا حسن الختام. هي كلتشر بصراحه. اها. والموضوع بيبان قوي، يعني مثلا بتبص قوي على الناس الكبار لما يبتدوا حاجه جديده، وايه ده بيلعب رياضه بعد ال60 بعد ودوك كتاب مثلا، بس ده عشان احنا بنفكر كده. بس هو ده مفيش قانون بيقول كده، مفيش قانون بيقول انك توصل سن معين خلاص اطلع بقى اقعد على الرف وما تعملش حاجه في حياتك، لا. وبرضو ارجعه يمكن برضو الفوكس عليه، عشان العرف بتاعنا بيقول ان الناس دي بيبقى في السن ده بيعملوا حاجات معينه، بركه قوتهم محدوده، قدراتهم محدوده، عشان كنا مجتمع زراعي، فخلاص بقى الناس اللي بتكبر ما بتوش قادرين على خدمه الارض، فبيبقى خلاص كبر بقى راجل بركه. لا ما اعتقد. فانا اعتقد ده كان شكل المجتمع زمان. والله مش بس كده، لا ليه؟ ما هو كبرنا ووصلنا الحضر يعني، وبقينا موظفين وبطربوش وكبر المعاش خلاص، الجرنان والبلكونه وكوبايه الشاي. يعني المجتمع لما بقى موظفين وبقينا عندنا، يعني هل في عمرك سمعت على مزارع طلع معاش؟ هو لا. كبر بينزل يشرف على الصغيرين وما زال في كمال، طول ما في صحه بيعزق المعاش ده. هو اعتقد بقى هي الفكره اللي صدرت لنا ان بقت عندنا ديدلاينز، ان 60 انا بوقف شغل، ال40 ما ينفعش اتجوز، 30 انا مش عارف مالي، ما ينفعش ابدا شغلانه جديده او اتعلم حاجه جديده. مفيش قانون بيقول ده، مفيش قانون بيقول ده. النماذج دي بتظهر قوي وتنور، وتلاقي الكل بيشيرها على السوشيال ميديا عشان ده مخالف للعرف بتاعنا، بس هو في ناس من وهم في الثلاثينات والاربعينات بيعملوا حاجات مختلفه وبينجحوا فيها، لمجرد ان هم وصلوا للمرحله بتاعت هو انا بعمل ايه؟ الحته اللي انت بتتكلم عليها بتاعت البدايه الجديده، بتوصل لمرحله بتاعت هو انا بعمل ايه؟ هو انا في لحظه كده بتقابلها مع نفسك، بتقعد تعيد حساباتك، ومش بتحصل مره في العمر، بتحصل كل فتره، هتلاقي راجع كده حياتك هتلاقي نفسك عديت بيها كذا مره. هو انا بعمل ايه؟ طب هو انا مبسوط باللي انا عملته لحد دلوقتي ولا لا؟ طب انا مش ضروري ابقى ندمانه على اللي عملته في حياتي، لا، ممكن ابقى فخوره باللي انا وصلت له لحد النهارده، بس خلاص انا عايز اعمل حاجه تانية. وصلت الحيطه سد، اللي هو انت شايف نفسك في حيطه سد، لا بتكسب حاجه جديده ولا بتعرف حاجه جديده، فعقلك بيبتدي في خناقه بقى داخليه كده، هو انا هعمل ايه؟ طب ما تخليني في الحته بتاعت الكومفورت زون، خليني في الحته اللي انا مرتاح فيها لحد امتى؟ فده اللي بيفرق عقليه عن التانية. في ناس تعتمد عقليه النمو او الجروث مايند سيت، اللي هي ما فيش سن، age is just a number، ما فيش حاجه اسمها لما اوصل سن معين زي ما كنت بتكلمي، وصلت 40 سنه ما ينفعش اتجوز، او وصلت 60 سنه ما ينفعش اشتغل، ما فيش حاجه اسمها كده. عقليتي هي اللي بتحدد انا قدراتي فين واقدر اعمل ايه، عقلي وطريقه تفكيري هي اللي بتحدد لي مسار حياتي. فعشان كده في ناس بعد ال60 بتعمل حاجات جديده كمان عن شخصيتها اساسا، فطريقه تفكيرك. ايه ممكن يعني يعطلك عن التغيير او البدايه الجديده؟ يعطلني انا شخصيا الخوف من الانتقاد اول حاجه. يعني احنا لما بنيجي نعمل حاجه جديده، يعني زي مثلا ان انا بكره الصبح قلت ان انا هتعلم التزلق على الجليد، فرحت كده قعدت مع اصحابي وقلت لهم انا بكره هتزلق على الجليد مثلا، او مش عارفه ايه. الانتقاد اللي بيحصل مهما كانت شخصيتي قويه هيهزني، يعني ممكن ده يعطل. يعني حتى انا مثلا لو احنا بنتكلم عليا انا بشكل شخصي، انا كتير قوي ما بقولش انا هعمل ايه. يعني انا دايما عندي بروجكتس جديده، بس عمري ما بقول. انا بعد ما اعملها والاقي الناس اللي انا عارفه انها كانت هتعترض وهتتريق وهتقولي انت بتعملي ايه، والله برافو عليكي.
يمكن دلوقتي الخوف من الانتقاد قل شويه، بس انا بشوف ان هو حاجه بتعطل الخوف من الفشل. انه لما بنيجي نعمل تغيير احنا محتاجين نتقبل تماما ان وارد نفشل، فان احنا نقعد يعني ايه نقبل الفشل ده بتبقى مش حاجه سهله. يعني اللي هو انا طول عمري بنجح وبطلع الاولى ومش عارفه يعني ايه سقطت، يعني ايه فشلت، يعني ايه وما عرفتش اتعلم حاجه كل الناس تعرف تتعلمها يعني. اوكي، فالخوف من الفشل، الخوف من الانتقاد، دي حاجات بتعطل الناس، وهي بتبقى في الباك مايند. يعني مش لازم اقولها لك، يعني ممكن لما تيجي تقولي ايه ما تيجي يا هبه نعمل كذا، اقول لك يا عم احنا كده مرتاحين، وانت يعني شفت العمل وكذا طلعوا المريخ ولا مش عارفه ايه. انا مش عايزه اقول لك الحقيقه اني مش هقدر اواجه نفسي لو فشلت، ومش هقدر اقول لك الحقيقه ان انا مش خايفه، ان انا خايفه الناس تنتقدني. ولكن هي دي بتبقى انا بالنسبه لي بتبقى سبب رئيسي. والشك في القدرات بقى، يا ترى هعرف. انا طول عمري مثلا صوتي وحش، يعني مش معقوله هغني. الفكره المسبقه عن النفس يعني احيانا بتبقى مننا احنا نفسنا ومن اهلنا. يعني مثلا مامتي طول عمري تقولي انت حركتك بطيئه وما بتحبيش تتحركي، مش عارفه عمرك ما هتبقي رياضيه. على فكره انا خدت الجمله دي وارتحت جدا، يعني الحمد لله. انا مش عايزه يعني لما رحت مره لعبت رياضه، حاجه عجبتني وحبيتها، فعملت حركات مش متوقعه ابدا ان انا اعرف اعملها. فاللي هو ايه ده، يعني الكلام ده كان غلط. هي بس القصه انه انا صدقت. فاللي بيعطل الناس اللي بيصدقوه لما بيسمعوا عن نفسهم، وبيصدقوا نفسهم. النقد. انا خلاص انا تبنيت فكره مامتي ان انا فعلا لا انا هبه لا يعني انا دايما في الاخر يعني الفتره الاخيره انا لا اعبأ باراء الاخرين. يعني انا بالنسبه لي كده لو عملت حاجه هينتقدوك، ما عملتش حاجه برضه هينتقدوك، هيقولوا عليك بطيء برضه. واحنا اصغر ما كناش بنفكر كده، وعشان كده لما كنت بتسال الناس الكبار ايه اللي بيخليهم ينجحوا لما بيعملوا حاجات جديده، ان بطلوا يخافوا من كلام الناس اصلا، بطلوا يخافوا من انتقادات الناس. مش مهم بالنسبه لهم، عدى عليهم الزمن وشافوا خبرات كتير، فبالنسبه لهم انتوا مين اصلا؟ انتوا مين يا جماعه؟ انا هعمل يعني احنا في العشرينات وفي الثلاثينات بنقعد نفكر فعلا في اللي هو كلام الناس ايه وهيقولوا ايه وهيبقى نظرتهم عننا يعني ايه. انما بعد الواحد ما بينضج لو فشلت هيبقى شكلي ايه قدام نفسي وقدام غيري، حين انه مش مهم ابدا، او بنفهم بعدين انه مش مهم. ممكن صح واحنا صغيرين قوي، احنا كبار قوي ما بيهمناش. يعني عارف احنا صغيرين انا سهل قوي اشوفك اقول لك ايه ممكن تيجي تلعب معايا او تيجي نتعرف. تعالى بقى كل ما نكبر في السن، يعني مثلا تيجي داخل الجامعه، مش هقول لك ان انت كبير بقى عندك 30 40 سنه، لا الحاجه اللي كنت بتعملها بتلقائيه شديده وانت عندك 6 سنين وشايف انه عادي ان انا ايه ده ممكن نبقى اصحاب، لما بنكبر بنشوفها ايه ده، انا لو رحت وقلت له ممكن نبقى اصحاب، ممكن اتفهم كذا، وممكن نتفهم ان انا ما عنديش اصحاب ممكن. فكل ما يعني كل في وقت كده من الوعي اللي هو المفروض نعمل فيه حاجات بيبقى معطلنا قوي رأي الناس، مع انه احنا صغيرين قوي ما كناش بيفرق معانا. ولما بنكبر بقى فعلا ممكن زي ما شيماء بتقول بقى خلاص يعني انتوا مين؟ I don't care. بالظبط. والكارير شيفت موضة؟ لا لا طبعا الكارير شيفت مش موضه. في طالعه موضه كتير بقالها سنين ان هو يلا كارير شيفت، انت فقدت الشغف يلا نعمل كارير شيفت. بص، ما حدش هيبقى مرتاح في شغله ومستقر ماديا ومعنويا وهيفكر في كارير شيفت. هو في شغل بيوصل للحاله دي ولا ده نادر جدا؟ لا ليه؟ بص انا شايفه حاجه هي بتعتمد دايما على تاني عقليتنا وطريقه رؤيتنا للموضوع. مفيش شغل سهل، بس في شغل مريح. ليه مريح؟ عشان انا بخليه مريح، انا بوصل نفسي في مرحله انا مرتاحه هنا، بعمل اللي يريحني، بعمله كويس تمام، ده حاجه تبسطني وبتعمل لي فولفيلمنت. ده قدر عندك قدر يعني معقول من الرضا. شكرا. بس بتيجي بقى زي ما قلت لك كده، بتيجي مرحله نحس انه ايه ده، هو انا مبسوطه، هو انا اللي انا حققته ده هو ده اللي انا كنت عايزاه. بتيجي اعتقد عن سن معين بتقعد تفكر هو انا كنت عايزه ابقى ايه وانا صغيره، كنت نفسي اطلع ايه، وتكتشف ان انت بعيد تماما عن اي حاجه انت كنت مخطط لها وانت صغير. وبعدين تقول لا طب انا بقى عايز ده انا مش عايزه اللي انا فيه دلوقتي، رغم انت ممكن تبقى محقق نجاح بس خلاص you're not fulfilled anymore. ما بتحسش ان انت في حاجه بتديك الاحساس انك بتعمل حاجه.
فخلاص هنا محتاج تغير. المرحله دي واجب واجب الكارير شيفت. التغيير، واجب التغيير بقى اللي هو هنا كارير شيفت. احيان كتير برضو الناس بتبقى فاكره ان التغيير ده لازم يبقى دراما وحاجه حماسيه تظهر وقرار مفاجئ مش عارفه ايه ويعمل كده وخبط راسه في الحيط ولازم اغير لا خالص. التغيير ده ممكن يجي كده ومنتهى البساطه واللذاذه واللطافه، وقرار بسيط او خطوه بسيطه تبتديها، وواحده ورا واحده كده، واحده هتلاقي نفسك الاستمراريه هي المفتاح. تلاقي نفسك وصلت في حته الله. عن تخطيط ولا ممكن مغامره؟ الكارير شيفت انا مش مع انه يبقى مغامره. ليه؟ واقعيا بظروفنا الحاليه ما ينفعش اغامر مغامره زي دي، فلازم تخطط، ولازم تخطط يعني تبقى مغامره، هي مغامره بس مغامره محسوبه. عارف انت طب لو انت سبت الشغل النهارده هتعمل ايه بكره؟ ولو انت رايح شغل تاني تمام. لو انت مش عايز تروح شغل تاني وعايز بقى تبرسو يور باشن وتدور على الحاجات اللي انت بتحبها والحاجات اللي انت كان نفسك تعملها من زمان وانت صغير وما كانش عندك لا وقت ولا مجهود ولا فلوس ودلوقتي قادر تعملها، هو ممكن ما يبقاش عنده فاشن اصلا بس هو عايز يبرسو. بس هدور على حاجه ادور عليها. يعني انا مش حاجه شغف، انا مش متاكد ان انجا، بس انا هدور بقى عليه وهمشي وراه. ده فاليد جدا، ده فاليد جدا از لونج ان انت او طالما انك مش ماشي ورا ايه، ورا ترند زي ما كانت هبه بتقول في الاول ايه ده والله ده الناس كلها بتعمل، ده الناس كلها بتسوي. لا، طالما ده نابع عن قرار حكيم جواك مدروس قعدت تفكر فيه شهور واحيانا بتفكر فيه سنين. يعني انا تجربتي الشخصيه فكرت في موضوع الكارير شيفت ده خد مني سنين على ما نفذته. انا حاسه ان انا مش مبسوطه، مش مرتاحه، في حاجه غلط. هو انا بعمل ايه؟ طب هو انا وصلت هنا؟ طب بس انتي وصلتي لحاجه هتتخلي عنها بالسهوله دي؟ هي ما كانتش بالسهوله دي بصراحه، عشان برضه نبقى صراحه مع بعض وعشان ابقى واقعيه. لو الناس هتسمعنا وتقول ايه ده الله طب انا عايزه اعمل ده، مش سهل. لا الموضوع مش سهل خالص، وقرار مش سهل خالص. وخاصه دلوقتي في الظروف الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها كعالم مش كمصر بس. لا مش خطوه سهله، بس لازم تحسبها صح. في احيانا كتير، وانا كنت بقول الجمله دي كتير قوي لما الناس بتسالني، لانه المجتمع بقى ففي ناس ما بتعرفش تاخد الخطوه عشان الناس هتقول عليا ايه. معقوله هتسيبي شغلك بعد ما اللي وصلتي له ده؟ هتسيبي شغلك او هتسيبي شغلك او طب هتعمل ايه في الدنيا؟ لا ما ينفعش. في حين ان انت لو فكرت سواء خروجي من الكومفورت زون او ان انا اعمل كارير شيفت او ان انا ابتدي حاجه انا عمري ما عملتها قبل كده في حياتي، ملهاش علاقه بالبني ادمين اللي حواليا، ملهاش علاقه بالمجتمع، مش المفروض يبقى ليها علاقه بالمجتمع. بس احنا اللي حطينا كده خطوط وماشيين عليها، في حين ان في العالم كله مفيش حد بيعمل كده. ليه احنا بنعمل كده بقى؟ انا ما اعرفش. المفروض ان هو قرار شخصي. طبعا قرار شخصي. هو الناس كلها شايفه ان انت المفروض تكون مرتاح في الوظيفه دي، انا مش مرتاح. بالظبط. انا كنت بقول الجمله دي لما حد بيسالني ايه ده معقوله هتسيب شغل؟ والله انا وصلت للقناعه في الاخر يا جماعه، يخسر نفسي واكسب الشغل، يكسب نفسي واخسر الشغل. فلا، اخترت نفسي. فملهاش علاقه المكان وحش او لا، مش ده اللي بتكلم عليه. بتكلم انت بتضيف لنفسك ايه، وصلت لمرحله ايه في حياتك. ما انت ممكن يبقى المكان تحفه والبوزيشن بتاعك تحفتين ومرتبك 3 تحف، بس انت مش مبسوط، مش مرتاح خلاص. اشبعت حاجه جواك، والمفروض الطبيعي انك تنقل على اللي بعده. فاللي بعده فين؟ تقعد بقى تدور عليه، تفكر مع نفسك. فده عشان كده بقول لازم تفكر كويس قوي وتعملها. هي مغامرة بس لازم تبقى مغامرة محسوبة. هتعمل ايه اول 4 5 6 شهور؟ لازم تبقى انت مأمن نفسك كويس جدا عشان ما تحسش ان انت خدت قرار غلط. بس ده اللي كنت هسأله الهبة. يعني هو انا محتاج، الانسان محتاج يهيئ الظروف عشان يبدأ بداية جديدة. يهيئ الظروف عشان يبدا بدايه جديده. خليني اقول لك حاجه، يعني احنا لو هناخد اللاين اللي شيماء بتتكلم فيه، هي قالت مثلا جمله ايه، لازم اظبط اموري 4 6 شهور. انا هفترض ان انا هبه مسؤوله عن اولاد وقررت ان انا اعمل كارير شيفت وانا امهم وبأنفق عليهم، او يعني ان انا دخلي هيتاثر، ده حاجه هتاثر على الاخرين. ساعتها مش هقول لك بقى ههيئ الظروف، انا اشوف انا اللي ممكن اعمل ايه بحيث ان اللي حواليا ما يتضرش. ومش معقوله كل ما هتيجي في دماغي حاجه هوبا ويخبط في الاخرين. مش لازم المجتمع كله يبقى راضي عن اللي انا بعمله، لا طبعا. يعني خالص.
ولكن انا حر ما لم اضر. فالبدايه الجديده الظروف تبقى مهيئه، ظروف تبقى يعني سامحه. مثلا لو انا يعني هبدا بدايه جديده، هبدا دايت، اوكي تمام، وهيئ الظروف ازاي؟ عايزه اقول لك ان انا بما ان دي شغلتي دلوقتي فعلا، وانا بشتغل في حاجات كتيره بتبقى تحديات، انه ناس كتيره بتجيلي هي بتشتغل 24 ساعه في 24 ساعه، هو قاعد بره البيت اغلب الوقت. فانا ببقى تهيئ الظروف ان هو يسيب الشغل. ما هقول له يعني تفتكر مثلا لا هي الفكره ده حل لطيف قوي، ده حل ظريف. سيب الشغل بقى، مش هيدفع لي فلوس كده يا بنتي ما انا عايزه العياده تكمل، مش عايزاها تقف انتوا. فما اقدرش اغير ظروف شغله، بس انا بقى تعالى نجيب احسن حاجه ممكن توصل لها بظروفك الحاليه. يعني انا لما باجي اشتغل مع حد، انا عاده على فكره من الناس اللي ما بتكتبش ورق وتديه للناس وانت بص يا دي صباح كذا فطار غدا عشاء واعمل بقى. انا اساسا يعني هيلث كوتش اكتر من اني نيوتريشنست في الوقت الحالي، وبشتغل مين تعديل سلوك. فلا تعالى نشوف ظروفك ايه، ونشوف ايه اللي ممكن نصلحه، وايه اللي انت قادر تغيره دلوقتي. انا شخصيا لما باجي بشتغل على الشخص اللي قدامي يقدر يعمله دلوقتي. لان انا افرض ان انا قلت له بص احنا عايزين بقى ايه 3 ايام جيم ساعتين، ومش عارفه الفطار ايه والغدا ايه والعشاء ايه، والله لو عندي وقت ما هروح اعمل اللي تقولي ده. ايا كان هقول لك على حاجه. اول حاجه انا مخنا لما بيبقى متعود على العادات هو بيبقى مرتاح فيها. يعني ايه؟ يعني هو مش متعود على الجيم ده، فدي الفكره بتاعتي. هو بقى فانا بقى بقول له ايه، تعال مش بس تخرج منها، لا انا عايزاك تخرج وتخش على الماراثون. فهو هيقطع مني بعد اول 100 متر. فلما بيجي حد اقول له ايه، تعالى نشوف حياتك عامله ازاي، ايه اللي محتاج تغيره. احنا محتاجين نغير 1 2 3 10 حاجات. اختار لي اسهل حاجه الاول نغيرها. خلاص اتغيرت بقت حلوه، تعالى نعمل اللي بعدها. فده لو انت بتسالني بقى ريجاردنج تغيير العادات، غير ان تغيير الحياه يعني الكارير شيفت حاجه، وتغيير العادات حاجه تانية. تغيير العادات ينفع يبقى حتى ده برضو محتاج يبقى بالتدريج وحسب ظرفه الحالي. انا بشتغل في بنك، برجع البيت الساعه 9 اقول له بص ما عملناش دعوه، انا مش عارفه اعمل ايه. يعني ايه ما عندكش وقت تعمل رياضه؟ يعني ايه لا انا كده بعجزه، انا كده بقول له ان غير قابل للتغيير. لا تعالى نجيب احلى حاجه ممكن تطلع من ظروفك الحاليه، ولما نعملها ربنا يسهل. لو يمكن الظروف تتغير، يمكن انت تتحمس، يمكن 100 حاجه. بس انا بحب اشتغل ابسط حاجه، اسهل حاجه، اول حاجه. ودي تنفع في الخروج من الكومفورت زون. نفس الاستراتيجي دي او الاستراتيجيه دي، فكره انك مش ضروري تعمل حاجه مختلفه تماما عنك كبيره قوي، لا ممكن تبتدي بحاجات صغيره. بدل ما بفطر في مكان معين في البيت، لا ممكن اغير روتيني اصلا الصبح وافطر بطريقه معينه، اشرب حاجه مختلفه. لو بقعد في كافيه معين او في مكان معين اغيره، لو باكل حاجه معينه اطلب حاجه مختلفه واغيرها. دي كلها خطوات تخرجني من الكومفورت زون واحده واحده. ولما بيجيلك غارقين بقى، ناس غرقانه، ممكن مش يعني تعرفي منين ان هو ممكن عايز يتغير ولا لا؟ اعرف منين عايز يتغير ولا لا؟ ده سؤال مهم. اصل هو لو مش عايز يتغير والله لو هو مبدئيا انا ما اقدرش احكم ده من اول قعده. يعني ما انا مش ساحره، لكن في دايما كده بتبقى مؤشرات. يعني ايه اللي حججه كتير ده ببقى عارفه ان احنا هنتعب مع بعض. يعني مش هقول لك مش عايز يتغير، هو احنا هنتعب مع بعض. اللي هو عنده وعلى فكره بما ان احنا على الاعتماديه على الاكل ده احنا بنعتبرها نوع من انواع الادمان، بغض النظر بقى الناس بتعترض على المسمى او لا. واي سلوك ادماني او اعتمادي ليه دايما كرايتيريا كده او صفه، ان الاشخاص دي بيبقى عندها حاجه اسمها الشماعات. يعني ايه؟ ماما بتطبخ حلو، اعمل ايه؟ اوكي مش عارفه مين عمل ايه. فاول ما بلاقي ان انا عماله اسمع مبررات بحس ان ايه، احنا مش داخلين في حته حلوه. لان ده قبل ما يتغير ده انا محتاجه اقول له على فكره انا عايزه اقول لك على مشكله، على حاجه ان انت هتطلع انت المشكله. فلو سيريسلي ونادرا ما بيتقبل اصلا وهو جاي لها عشان يقول انا عملت اللي عليا. انا رحت طب اهو انا عملت اللي عليا. فلا انت تخيلي بقى تقولي وانت المشكله إرادة. ده هيعمل فيكي ايه؟ سيبك بقى من الاراده. لما تيجي تقولي على فكره، او احيانا تقول له ايه ظروفك فعلا وحشه وده حقيقي،
وانت مش مسؤول ان ظروفك وحشه، بس انت مسؤول على ان انت تتعامل مع هذه الظروف او على التغيير. لما بلاقي حد مش متقبل ده او ريزيستنج، يعني الاقي بقى ايه عمال يقاوم، يعني تيجي تزقاله كده يقوم راجع لك تاني، انا ببقى عارفه ان احنا ايه في حته مش حلوه. فنعمل ايه بقى؟ اوقات بكون واضحه جدا واقول انه احنا عندنا مشكله، احنا محتاجين نشوف كذا. واوقات انا ببقى عارفه ان هو كده كده هو هيهنج وهيقع، فاللي هو بس انا ايه بدي وقته واعمل له اللي هو. وبعدين احسن طريقه بقى ان انا اقعد اعمل له اللي هو عايزه. انت حطيتي تونه وانا ما بحبش التونه، ماشي حاضر. انت طلبتي كذا وانا مش عارفه كذا، انت قلتي لي اكتب وانا ما بحبش الكتابه، حاضر. اقعد اشيل له كل المعوقات اللي هو اتقال فيها، فيجي في لحظه هو خلاص يعني انا عملت كل حاجه وبرضه ما نفعتش، انت بقى هو اللي هيستسلم. انت استسلم بقى او العكس، يا اما يهرب يا اما في احيانا الناس تقول لك ايه بصي انا كنت بتدلع الفتره اللي فاتت، بيرفكت كده احنا وصلنا. هو هتدلع الفتره اللي جايه مش تبقي عارف. واجهتي دوت برضو يعني لايف كوتش؟ لقيت حد غرقان ومش يعني مش عايز حد يساعده، بس هو جاي يسمع، جاي بس يدي مبررات، وعايز يسمع الكلام المسكن اللي يريحه اللي يقول له الله انت شاطر وبرافو عليك، انت عملت اللي عليك. وفي ناس بتبقى شايفه انا بصي انا جاي علشان انا في ناس مثلا اللي حواليهم قالوا لهم انت محتاج مساعده، فانا ابقى اهو انا ديني جيت اهو، ها فين المساعده؟ فحضرتك عايزه تساعدي فعلا، او حضرتك شايف ان عندك مشكله فعلا؟ اغلب الظن الناس اللي بيبقى عندهم الغرقانين دول اللي هم شايفين في ستراجل ما بيبقوش شايفين عندهم مشكله، بس انا جاي لك عشان اسكت اللي بيتكلموا معايا، انا عملت اللي عليا، انا هو رحت واضح ان ما عنديش مشكله، واضح ان المشكله عندكم انتوا. هم قالوا لي بتحسي ان هي حته سد مش هينفع، ما فيهاش فيها حل، هو لازم يكون عايز هو يتغير، صح؟ في اقتناع تام انه لو البني ادم مش عايز يتغير من جواه، والله لو عملت ايه مفيش حاجه هتتغير. التغيير عمره ما يبدا من براك، لازم من جواك. ابدا انت عارف لو انت خطيت خطوه هتلاقي 7000 باب اتفتحوا في وشك، وابتديت فعلا الطريق يتفتح لك وطرق مختلفه تتغير قدامك، وتشوف حاجات مختلفه ما كنتش شايفها قبل كده، بس لازم انت اللي تبقى عايز تغير. احيانا كتير، ودي بقى نرجعها للكومفورت زون، انا مرتاح كده، انا مش عايز ابذل مجهود. طب هو انت مرتاح فعلا؟ لو هو صريح مع نفسه، طب هو حكم على نفسه وقال لك انا مرتاح، بس مش دايما بيبقوا صراحه مع نفسه. احنا كلنا يا جماعه ما احنا عشنا المواقف دي قبل كده. كل الناس شايفه ان احنا في مشكله، احنا الوحيدين اللي شايفين ان احنا تمام. علاقات سامه، مواقف بحسها سيلف ديفنس كده، اللي هو مش عايز بس حد يهاجمه، بالظبط، فهو بيدافع عن حياته بالطريقه دي بالظبط، وبيحافظ على ستيتس كو، عارف اللي هو ايه، انا مرتاح هنا في الحته دي، فانا مش هتحرك خطوه لقدام ولا عايز ارجع خطوه لورا، انا يا ستي مبسوط كده، سيبوني في حالي. في ناس بتيجي عشان زي ما قلنا ياخد المسكن، وفي ناس بتيجي اللي هو ايه، انا مش عارف المشكله فين، فانا جاي لك عشان تقولي لي المشكله فين. وحتى لما تشاوري له على المشكله فين، يبقى عايز يغيرها يا ما يغيرهاش. في بقى الصدمه بتاعت هبه اللي هو ايه، انا المشكله، انا لا مش نو واي مش ابدا خالص. وفي ناس بتبقى جايه وعارفه ان في مشكله بس مش عارفين يحطوا ايديهم عليها. الكوتشنج مهمته انه من خلال الاسئله الشخص يلاقي هدفه، يلاقي ردوده على الاسئله اللي في دماغه، مش ان انا اللي اقول له مشكلتك كذا ولازم تعمل كذا لا. وده مفهوم خاطئ عن الكوتشنج، ان الكوتشنج ده انت رايح لحد عشان يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، لا ده غلط. الكوتشنج انك هنقعد مع بعض، هنتكلم مع بعض، هسألك اسئله، من اجاباتك هتلاقي نفسك وصلت للهدف اللي انت عايز توصل له، او الطريقه تنور لك حاجه في دماغك، فتبتدي انت اللي تعتمد على نفسك في التفكير، ما تبقاش معتمد على غيرك. يعني الكوتشنج زي دليل. احنا دايما نقول ايه الكوتش شغلته ايه، انت في نقطه ايه عايز تروح نقطه بي، انا معاك من A ل B، واحنا في A و B البلان A ما نفعتش يعني انا بساعدك انت بامكانياتك انت بشخصيتك انت تشوف الخطه المناسبه ليك، ما نفعتش مش مشكله. شغلتي بقى ان انا اطمنك انه اكيد في حل تاني، فكر انت فيه. يعني انا شغلتي ايه، بصاحبك من نقطه A لنقطه B، انا معايا شويه ادوات
الادوات دي بتخليك انت تعرف عن نفسك اكتر. يعني اللي بيحل المشكله الاكسبرت على فكره في الكوتشنج، مش الكوتش، الاكسبرت الكلاينت، لان انت اللي ادرى بظروف حياتك، بشخصيتك، بامكانياتك، بانت بتحب ايه ما بتحبش ايه. فهو عارف التور جايد كده، احنا رايحين معبد مش عارفه ايه، حلو قوي، احنا عارفين احنا رايحين فين، بس انت نيو للمكان ده. انا عارفه بقى ان التمثال ده اسمه كذا والسرداب ده بيودي الحته الفلانيه، لكن انت اللي ماسك عايز تروح. كشاف كده وداخل بينور بالظبط. معاك في حاجات ما كنتش شايفها قبل كده. بس مش القائد اللي هو هيمشي قدامك وانت تمشي وراه. لا، وده غلط كبير جدا. للاسف 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 حاصل، وعلى السوشيال ميديا منور الدنيا. بس ده غلط. الناس بتكتب بوستات ان هي امشي ورايا، غلط اسمعوا غلط كلامي. غلط. يعني يعني خلاص غلط. يعني خلينا نكتفي أيوة. بجمله انه سايز فيتس اول، مفيش مقاس بينفع للجميع. فالنصيحه دي اللي هي ايه، يعني حتى انا لما يجي حد يقول لي إيه البلان بتاعتي، اقول له اتس ا تيلور بلان، يعني انا هخيطها عليك. فخليك كل ما كنت صريح معايا واتكلمت معايا بامانه واديتني حاجات ما وعدتنيش وعود انت عارف ان انت مش هتنفذها، هعملها لك حلو. يعني عارف زي ما كده الخياط بياخد مقاس كل حاجه علشان يطلعها مقاسك، فانا عايز اطلعها مقاسك على مقاسك انت. فتخيل انا عامله حاجه مقاس ايهاب وبقول لشماء البسيها بقى يا شماء، ايه ده شكلها وحش عليكي، شكلك كده اسف. على فكره هي على ايهاب تحفه، يبقى العيب في مين؟ شفت. خد بالك انا كده كمان صدرت لك ان العيب فيك. ما هي نفعت مع ايهاب، اشمعنى ما نفعتش معاكي؟ يبقى انت الوحشه. وده مش حقيقي، لان هي مش ايهاب، يعني هي مش كتالوج المفروض الناس كلها خالص. تمشي عليه خالص. للاسف ده حاجه شخصيه. مفهوم خاطئ. ايه ممكن يعطل تغييرك بالنسبه لك؟ الكسل. انا شايفه اهي النقطه ايه ونقطه بي، انا في نقطه ايه وشايفه نقطه بي هناك اهو، بس ايه، خليني النهارده هبدا بكره. وفي الدايت اكتر حاجه هبدا بكره، نبدا يوم الاثنين، ايه ده النهارده هنخرج في حاجه حلوه، طب خلاص نبدا الثلاث. ف ان انت تبقى مكسل او يبقى عندك تردد من ناحيه الهدف. عارف لو انت واثق في هدفك 100% هتشتغل لو حصل ايه. لو خرجت قدامك مشاهيات، انت بتتكلم في موضوع الدايت، مشاهيات الدنيا والاخره، مش هتمد ايدك. هدفك اوضح واقوى من اي مغريات. انت بتبقي نفس الشخص في كذا مرحله. يعني انا عايزه اقول لك حاجه، هو التغيير اصلا مراحل. يعني في مرحله زي ما شيماء قالت ايه، هي بنقول عليها بري كونتمبليشن. الناس قالوا لي ان عندي مشكله، الناس قالوا لي ان انا محتاج اعمل كذا. لما بيجي كلاينت في الحته دي اللي هو اصلا هم بيقولوا انه محتاج يغير، بس انا مش شايف كده. اوكي، بس انا مش شايف. انت لسه بقى بتعرفه ان في مشكله اصلا. اوكي، فاحنا في حته بعيده. او جه في مشكله بس انا مش متاكد عايزه اغيرها ولا لا. وبعدين في مشكله وعايزه اغيرها بس انا لسه بجمع معلومات. فالتغيير ده 5 مراحل او 6 مراحل. وعايزه اقول لك اخر مرحله واللي الناس بقى انا احب الناس تعرفها قوي، ان الانتكاس جزء لا ينفصل عن التغيير الناجح. يعني مش معنى ان زي ما انت بتقولي انا عملت الدنيا وظبطت الاكل ومش عارفه ايه وانتكست لي اسبوع شهر، ده مش معناه فشل خالص. هي انتكاسه، وقعنا هنرجع تاني. فالفكره بقى ان احنا هنطلع الصاروخ الصاعد ده بتدي فكره غلط للناس، لان الانتكاس جزء من التعافي وجزء من التغيير وجزء من الرحله. فنقبله ونبقى متوقعينه. واحنا بنقول بقى في الانتكاسه ايه، take good data from bad days. يعني خد المعلومات الحلوه من الايام الوحشه، ايه اللي حصل فانت وقفت في الحته دي. وده يسري على حاجات كتير. حاجات كتير، مش بس رحله الدايت او رحله الشغل او رحله انك تبدا مشروع او تبدا بدايه جديده. لا، كمان ممكن التعافي من الاكتئاب، التعافي من تجربه سيئه. مفيش حاجه بتمشي one straight line، لا up and down. واحيانا بتنزل النزله الداون دي ما بتعرفش تقوم، تاخد منك وقت ومجهود. لازم تبقى طيب مع نفسك وحنين على نفسك، انك وتتقبل فكره انه عادي، لا الانتكاسه دي طبيعيه جدا. فلما هقع تطمن روحك كده. تمام. فكره انك تقول لنفسك تمام دي بتديك انرجي وباور تكمل بعد كده، تعرف تقوم كمان بعد كده. انه السيلف بليم او انك تلوم نفسك من اخطر الحاجات اللي ممكن تعملها. الناس لما بتقع تقول لك انا عارف ان انا مش هتغير. جمله. عشان كده انا دايما اول ما بشتغل مع حد اقعد اقول له انت هتنتكس، فيقعد يبص لي لا مش بص انت هتنتكس وعادي وانا عايزاك تقبل ان ده هيحصل
وعايزاك تطمن ان انا معاك، وانه ده عادي جدا، ده مش معناه اي حاجه. ليه؟ علشان انا مش عايزه نوصل لحته انه عند اول كان بيلعب رياضه ومش عارفه عند اول اسبوع وقف ولا بطل، انا عارف ان انا مفيش فايده. مفيش. اول ما احنا بنبدا ننتقد نفسنا ونحكم عليها بقى ان خلاص مفيش فايده، ساعتها فعلا هيبقى مفيش فايده. بالنسبه للناس اللي بتتغير، ايه المختلف فيهم؟ الرغبه، عقليتهم، او بيتبنوا عقليه النمو او عقليه الجروث مايند سيت. فكره انه انا اقدر اتغير. ايه ده والله، يعني انا مش هفضل طول عمري في الحته اللي انا فيها دي، لا انا ممكن اغير، وممكن ومفيش سن ابدا منه، لا انا ممكن ابدا وانا عندي 70 سنه. مفيش مكان هبدا منه معين لازم اوصل له الاول قبل ما اقول انا ابتديت. غيروا عقليتهم ازاي؟ بص، دي حاجه مهمه جدا، انك اولا تعترف انت فين، انت واقف فين. اوكي. وكتير مننا ما بيرضاش يعترف هو واقف فين، عشان بينه وبين نفسه كده قدام نفسه بيتضايق، بيتكسف يعني. بس في الواقع هو ما فيش حد بيرفكت من اول مره. في رحله التغيير لازم يعترف في الاول، لازم اعترف انا واقف فين وايه اللي ناقصني وعايز اوصل فين. هعترف انا واقف فين واعرف انا عايز اوصل لفين، وابتدي احط خطه. الخطه دي ممكن تبقى خطوه كل يوم. الخطوه دي لو احنا بنتكلم مثلا على حد عايز يعمل مشروع، عايز يكتب كتاب، عايز يعمل دايت، عايز يخس، عايز ينجح علاقة هو دخل فيها، خطوة واحدة كل يوم. الخطوة دي مش ضروري تبقى خطوة كبيرة، بس دي اللي هتساعدني ان انا اكمل لبكرة، وبكرة خطوة جديدة، وبقى كل يوم بزود خطوة على رحلتي. في الاخر هتلاقي نفسك اولا الخطوات اللي انت بتزق نفسك في الاول عشان تعملها دي بقت بتحصل اوتوماتيك، وبالعكس بتزود عليها خطوات جديدة. فانت بنيت رحلة، والرحلة دي بتكبر معاك، وعقلك بيتغير اوتوماتيك. ليه؟ لانك سمحت له يتنفس، سمحت له يتغير، ما حكمتش على افكارك، وما حكمتش على طريقة حياتك، وما حكمتش على الطريقة اللي بتبص بيها للمواضيع اللي في حياتك او المواقف اللي بتمر بيها. فيور برسبكتيف اللي هو طريقة رؤيتك للامور، ما تحكمش على ده، وما تحكمش انت واقف فين. ايه ده، طب انا عملت الخطوة دي وما نجحتش، تمام، ما نجحتش ليه؟ نبص ايه اللي وقع مننا، ونبتدي نحط خطة بديلة، وبكرة نغير وهنعمل تاني. فكرة ان انا اقوم تاني من الوقعة دي اهم بكتير من فكرة البداية اصلا. لان انت بقى عارف من الاول انت هتقع. طبعا هتقع، ومش كل يوم هيبقى عندي نفس الطاقة اللي بدأت بيها، لا، طاقتي هتنزل في ايام كتير، ولازم احط خطة ازاي اعلي طاقتي لما تنزل. لازم تبقى متوقع ايه اللي هيحصل في رحلتك. في الطبيعي بتاع كل الناس ان في وقوع، يعني في امثله كتير. يعني مثلا ما في وقت اقول جي كي رولينج مثلا اللي كتبت هاري بوتر، دي قدمت كتابها او اول كتاب كتبته قدمته ل 12 دار نشر، 12 دار نشر، وكلهم اترفضوا، كلهم رفضوا القصه. 12 دار نشر دي ممكن تبقى اخذت منها سنه مثلا على ما وصلته لفت على كل الناس دي وحاولت تقنعهم وردوا عليها وقالوا لا. بس هي لو كانت بعد ال 12 بعد الخامس، مش هقولك بعد ال 12، استسلمت ما كانتش وصلت. بقينا هاري بوتر ده اللي هو اللي بيتقال عليه هاري بوتر وسلسله هوليوود واتبنى عليه كتب تانية وبقت مليارديره ما شاء الله، عشان ما استسلمتش، عشان خدت خطوه صغيره كل يوم. الدار نشر رقم 13 هو اللي وافق انه ينشر الكتاب، وبقت هاري بوتر. باي ذا واي كمان ده الكلام ده كان عندها 42 سنه، يعني ما كانتش مثلا عندها 21 فورور اخضر، لا انا بصراحه الست دي بالنسبه لي مبهره طبعا جدا. اللي هو كل ما احس ان انا متضايقه بفتكرها. انا برضو اختم بقى، يعني العادات الصحيه والتغيير ده ممكن يتحول لادمان؟ في بعض الاحيان يعني مدمن تغيير. اي حاجه في الدنيا زادت عن حدها ممكن تتقلب جدا للضد. يعني انا حتى دايما اقول لهم يا جماعه لو شربنا ميه كتير بيجي لنا تسمم على فكره. اصل اي تغيير ده يعني ايه؟ يعني كل يوم انا محتاجه اعمل بدايه جديده، محتاجه اعمل حاجه جديده. اصل ده معناه ان انت مش مستقر في حته. فده معناه انك ما وصلتش لمرحله النجاح اللي تقول الله ايه ده انا وصلت للمرحله دي فيلا اشوف غيره. لا، ادمان النجاح اللي هو ايه؟ ادمان التغيير، انه كل يوم عايز تغير، عايز تعمل حاجه جديده كل يوم كل يوم كل يوم، فده مش هيوصلك لحاجه.
رحلتك ما بتكملش في حاجه واحده. كمل الرحله، ممكن تمشي كذا حاجه بارلل او مع بعض في نفس الوقت. بس اسيب دي وامسك دي، واسيب دي وامسك دي، زي بالظبط الناس اللي بتتنطط من الشغل لشغل لشغل لشغل. وتلاقي السي في قعد في كل شركه شهر 2 3 4 ما بيتقبلش فيه، بيوصل لمرحله معينه ما بيتقبلش في شغل خلاص. انت بتعمل حد ايه؟ ما بتستقرش. بالظبط. وفي نهاية الحلقة بشكر أصدقائي هبة وشيماء، نورتوني النهاردة. سلام.